هذا العمل الهمجي للإرهابيين الذي أسفر عن مقتل عدد كبير من الأبرياء. وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إن القوى المتطرفة التي ترفض التوصل إلى تسوية سورية داخلية عن طريق حوار وطني عام بين السلطة والمعارضة تسعى لتحقيق أهدافها بواسطة تسعير المجابهة والاستفزازات المسلحة الموجهة ضد مؤسسات الدولة والسكان المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال. وأضافت الخارجية الروسية: نأمل في أن تعطي مجموعة مراقبي جامعة الدول العربية التي وصلت إلى دمشق ضمن أطر خطة العمل العربية لتجاوز الأزمة السورية الداخلية تعطي تقييما موضوعيا لهذا العمل الإرهابي. وأكد البيان على ثبات الموقف الروسي الداعي إلى الإسراع بوقف العنف في سوريا مهما يكن مصدره، ووجوب أن يتوصل السوريون أنفسهم إلى وفاق حول مستقبل بلادهم وسبل حل القضايا الناضجة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. بدورها الولايات المتحدة أدانت العمل الإرهابي عبر مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية، الذي قال إن الولايات المتحدة تدين الاعتداءات بأقصى قوة، حيث أن لا شيء على الإطلاق يبرر الإرهاب. وكانت واشنطن دعت عبر وزيرة خارجيتها المجموعات الإرهابية المسلحة إلى عدم إلقاء السلاح. وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور استنكر بشدة العمل الإجرامي الهمجي الذي راح ضحيته عشرات العسكريين والمدنيين. وقال منصور في بيان إن هذه الجريمة البشعة تأتي لتنضم إلى سائر الجرائم التي ارتكبت وترتكب بحق الشعب السوري وجيشه الوطني، وتهدف أولا وأخيرا إلى استهداف سوريا في أمنها واستقرارها وتهديد وحدة شعبها. كما استنكرت مجموعة شخصيات وأحزاب عربية التفجيرين الإرهابيين، معتبرين أنهما يمثلان جريمة إرهابية تستهدف وحدة الشعب السوري وصموده، ولكن سوريا ستبقى عصية على كل المتآمرين والمتربصين بأمنها واستقرارها. الحزب السوري القومي الاجتماعي رأى أن هذا العمل هو إرهابي ووحشي ويعد حلقة جديدة من المخطط الخبيث الممنهج الذي يستهدف أمن سوريا وزعزعة استقرارها. الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتبرت التفجيرين الإرهابيين رد فعل من الجهات الداعمة لمنفذي هذين العملين الجبانين على توقيع سوريا على بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة العربية. وقالت الشبكة إن هذا الإرهاب الخطير ما هو إلا خوف واضح من أطراف المؤامرة أن تتكشف علاقتهم وحقيقتهم الإرهابية، وخاصة أن اللجنة العربية ستشاهد على الأرض بأم العين الترويع والقتل بأبشع مظاهره وأساليبه والأسلحة التي تمتلكها المجموعات الإرهابية المسلحة. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة والفصائل الفلسطينية أكدت أن العملين الإرهابيين يستهدفان الدور القومي المشرف لسوريا في مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي وأدواتهما في المنطقة، خاصة بعد هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في العراق، موجهين أدواتهم من القاعدة وأتباعها لتنفيذ هذه الأعمال الإجرامية من أجل قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين والعسكريين. القوى الشعبية والحزبية اللبنانية تستنكر